عطي راسك فرصة باش تعيش واحد الحياة أخرى، تقدر تعيشها في الحياة الواقعية ديالك، وما يعلم الغيب إلا الله، وكل الأمور بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو القصة ديالنا اليوم. السلام عليكم أخوي، أنا طارق من مهم مدينة ما عندكم ديروا بها، والعائلة ديالي حتى هي حقاش ما عندها حتى دور في هاد القصة. المهم باختصار، حنا عائلة تكون من 4 أشخاص. أنا اللي هو طارق، والأخ ديالي الكبير، والوالد والوالدة. المهم أنا من هادوك الناس اللي تعجبهم يمشيو للسواقة. نتوما عارفين بلي هاديك السواقة تلقى فيها كلشي. أنا في الحقيقة كنت نستهدف أي حاجة قديمة ولا شي حاجة تدلف الانتباه، بدأت تكون قديمة وصافي. كان عندي واحد البيت عامر بأي حاجة قديمة، من تماثيل قدام، طابلويات، صور، رسومات. بدا رسومات قدام، والبيسي ديالي والمكتب. المهم راكم تعرفتوا عليا، انا كنت خدام في واحد الشركات سيكوريتي. راكم عارفين الصالير ديال المغرب تعطيوك من 2000 درهم حتى 2500 الماكسيموم. ما انتم عارفين مورو بداك الشيء السويقة وكدا. كنت تنقسم الفلوس ديالي مع انتم عارفين، تنقسم الفلوس ديالي 500 درهم تمشي في هذاك الشيء ديال السويقة، و 3000 درهم تنخلص بيه الكرا ديال الدار، وراكم عارفين، و500 درهم تندوز بها الشهر ديالي. اما المصروف ديال الدار تيتكلف بيه الاخ ديالي الكبير. واحد النهار كيما اخر نهار في الشهر تنتخلص من عند هذاك اللي مكلف بالخلاص اللي عطاه تيبقى نقر عليه. المهم شديت الخلاص ديالي، تميت راجع، ركبت في الطوبيس كيما ديما، ريحت. راكم عارفين ديك الريحة اللي تكون في الطوبيس تتقلبك. المهم كي حط من الطوبيس في محطة خاصني نضرب واحد الطوالة على رجليا باش بحال نوصل للدار. في طريقي واحد جديد من هادوك كيكونوا حاطين في السوق، شفتو حاط حدا المحطة. قلت اش ندير، مشيت عندو، لصت عندو شي حاجة ناخدها من عندو. بقيت تنقلب، ما كاينت حاجة الصراحة زوينة. شوية بحال بغيت نوض، بغيت نمشي، هو يبان ليا واحد الصباط محطوط. هزيتو بغيت نشوفو، زدت نقلب فيه، دورتو نصيبو مشرك. بقيت تنايل فراسي تما نضيع الوقت، وبحال خارج من الخدمة. تحنيت وبغيت نحط الصباط، هو يتبان ليا حديدة مثقوبة من الوسط. علاش كنت مثال ديال المش مريع على واحد اللعيبة نقولوا عليها بحال طبلة، بحال شي حاجة بحال هكا. كنت هاديك التقريبا اللي فيه بحال
مسدودة فشي ثوب خضر. قالت ياك ما يكون داخلها شي حاجة ثمينة بحال زعما الذهب ولا الديامون. قلت والله حتى نشريها ونشوف اش من وسطها. سولت مولاها بشحال، شدها بشحال، شدها من عندي وقد الحرام وزاد تيقلب فيها وتيقول لي هادي راها تحفة. قلت ليه في خاطري كون كانت عندك انت تحفة غادي تبقى تبيعها هادشي. فاش كنت نفكر في داك الشي صدمني ولد الحرام قال لي 600 درهم. قلت ليه هو من حنا كاينين شي متحف، واش انت مريض ولا مالك؟ بقيت معاه تديت ب200 درهم. وصلت الدار، فاش وصلت طلعت في الدروج كنجري، هزيت الموت ودخلت للبيت ديالي، ريحت حيت هذيك الثوب وانا نصيب السبت اوراق مخربقين مقطعين وقدام. في ديك اللقطة حقت وقلت اش هاد الزهر عندي، واش تسحاب راسك في متحف؟ مهم مبغيتش نضيع داك الشي، خزنته في واحد الميكا وخزنته في واحد البلاصة الجن وما غاديش يطيحوا عليه. بقات ليام بحال هكا، الدار، الخدمة، السوق، الروتين تيتعاود وصافي. نسيت ما قلت لكم، راه عندي واحد جدي في البلاد كل ويكاند تنزوروه. سبحان الله كان هذاك جدي من أطيب خلق الله. كان واحد السيد متدين وفقيه في الجامع، كنت عزيز عليه. كنا فين ما تنمشيو عنده تيعنقني ويقول لي توحشتك الصراحة. كان واحد السيد عزيز عليا حتى انا. بعض المرات كان كيجيني بحال شي مسطي، كنخرجوا انا وياه تحت واحد الشجره تما تيقول لي راه تنهضر مع هاد الشجره ديما، تنقول ليه يهديك الله جدي، تيردها ضحك في البلاصه. المهم غادي تبدا القصه في هذاك الويكاند اللي غادي نمشيو عند جدي في البلاد. قال لي الوالد اتصل بجدك، قول لي راه غادي نجيو. المهم هز التليفون، المهم اتصلت بالجد ديالي قلت ليه راه غادي نجيو عندك هاد الويكاند. قال لي صافي واخا مرحبا بكم، مبقاتيش بالي. بقيت هضر معاه شحال شويه. ديك الهضره قلت ليه على ديك المشي اللي كنت شريتو وتحشات ليا فيه. قال لي وصفوا لي، بديت تنوصفوا لي ويقول زاد تيقول لي حلاف ما حلاف. قلت ليه والله. قال لي خاصني ضروري نشوف. قلت ليه صافي واخا السي مرحبا. قلت ليه السي حنا نعطيوه ليك كاع، هو اماني ولا؟ قال لي انا قلت لك نجيبوها نشوفو واش قلت لك عطيه فيه. قلت ليه صافي واخا كون على خاطرك. المهم خرجنا من الدار، شدينا الطريق وصلنا عند جدي. راكم نتوما عارفين البلاد تحطوا اتايت ونبقاو نهضروا شويه ويعيط لي جدي. قال لي يا جدي اش؟ قلت ليه واخا. خرجنا كراسة تحت ديك الشجرة كما العادة، ويقول لي جبد. قلت ليه اش نجبدو يا جدي الله يهديك وليتي منه؟ قال لي لا الحمار جبد لي المشي اللي قلتي لي. قلت ليه هاكا كنت صحاب. جبدت ليه المشي وريتو ليه، بقى تيحقق فيه تيدور فيه وكا تيقلب هو خشي صبرو في ديك التوبة. قلت الله يهديك جدي اش دير؟ قال لي تسكت الحمار. قلت ليه واخا كون على خاطر. شويه ويزيد غوت. قلت ليه ها هو هرب لي عاوتاني. يغوت وسطو صافي اخيرا غادي نحل اللغز. قلت ليه واجدي؟ قلت ليه راه انت هارب ليك ولا ما تعطيني هذيك المجد ديالي بغيت تمشي. قال لي لا انت ما عارف والو. قلت ليه اش ما عارفش؟ قال هو بقى تيشوف لا. قلت ليه جدي قول لي اش خازن علي؟ قال لي شحال من حاجه ولدي. قال لي بلا ما تعرف زدت نطلف فيه عافاك هو يزيد يغوت عليا. قال لي لا. المهم داز داك النهار بهكا، الغد ليه عاوتاني
غد لي عاوتاني بغيت نطلب في جدي، عافاك يقول لي شنو واش خارج عليا، عافاك جدي. هو يقول لي يلا خرج لينا كراسة ونريحو لبلاصة المرعاد. خرجنا كراسة ريحنا كيش الشجرة المرعادة. تا هو جبد لي هاديك المش من تما معرفتوش منين جبدو. قال لي هاد المش راه من وراه كنز، ما كنز. قال لي راه خاصني واحد الخريطة بعدا. قلت ليه تاش من كنز ولا تخربيق؟ قال لي غادي تسمعني ولا لا؟ قلت ليه صافي واخا تسمح لي. هو يجبد واحد الحجرة من حيث لا أدري، يجبدها من تحتو ولا ما عرفت منين، شي غار تما ولا ما. ويخشى في ديك الثقب، هذيك عينين المش كانوا صفرين زادو زيدو. قلت ليه اش هادشي جدي؟ قال لي شتي هادشي اللي قلت لي. قال لي خاصنا نحلو هاد اللغز. قلت ليه اش من اللغز؟ قال لي خاصنا خريطة وتريح وسكت. قلت ليه صافي واخا. قلت من خريطة بعدا ومنين غادي نصيبوها ومنين غادي نجيبوها؟ قال لي تاتبعني وسكت. قال لي راه واش ما عمرك مشتي شي وراء هنا ولا؟ قلت ليه لا، نيت راه كانوا فيهم وراء ولكن نسيت من ديك اللقطة. ما قلت ليه والو صراحة، نسيت. قال لي صافي اشياء، ها حنا كملنا النصف ديال اللغز، بقينا النصف الاخر تنشوف كي نديرولو. قلت ليه صافي واخا. قال لي اشياء وجد لي شكارة والماء وفاش ديرو حوايج غادي نخرجو لشي بلاصة. قلت ليه صافي واخا، ماشي نجبر عليك داكشي وغادي ان شاء الله نمشي. قلت ليه صافي واخا. المهم داز ديك النهار عادي مع العائلة مريحين طاحين. في العشية في الليل جبت لي فوقية ديالو، درنا الماء بارد، درنا براد في الشكارة وحنا نتحركو الناس بلايصنا. درنا نغد ليه نمشيو لهاديك البلاصة باش نتحركو لهاديك البلاصة. صافي ناسنا فقنا نغد ليه. قال لي يلا نمشي لديك البلاصة. مشينا بحال هكايا، خيمنا في واحد البلاصة، درنا واحد لاطون تما ريحنا، درنا واحد الغدا يا سلام. ريحنا بقينا داز نهار بحال هكا. قلت ليه جدي واش غنباتو هنا؟ قال لي لا. قلت ليه ريح وسكت. قلت ليه صافي واخا جدي بقى على خاطر. المهم طاح الليل وصافي ديك 12 ونص ديال الليل. قال لي دابا خاصني نمشي. قلت ليه يلا عادي يلا نمشي. قال لينا خاصنا الشمعة والنيت. قلت ليه انا راه ما جبتلاش معاه لا والو. قال لي زيد وسكت. قلت ليه ما تشعليش على البيل ديال التليفون. قلت ليه صافي واخا. عاوتاني جبت الشمعة من حيث لا ادري. جبت الشمعة بريكة هي جبدها من حيث لا ادري، ما عرفت منين جبدها. شاع الشمعة تمينا غادي، ضربنا واحد طوال، وصلنا لواحد البلاصة بواحد الشجر تما هوات باش ديك الشمعة. زدت نسمع شي أصوات غريبة، بومة ولا ما الكلاب تيغوتو، دراري صغار تيهضرو. قلت ليه اش هادشي؟ قال لي زيد وسكت ما تهضرش. قال لي راه هضرتي من كراس. قلت ليه صافي واخا. مشينا انا غادي شوية واحد من يسكت هداك الشي اللي كان تيغوت. شعل عاوتاني الشمعة وحنا نصيب راسي قدام واحد البيت. قلت ليه شنو هادشي يا جدي؟ قال لي تثابتنا عليك سكت. قلت ليه صافي واخا. هداك البير فيه واحد السلوم تيهبط لتحت، هبط فيه جدي. هو يقول لي تبعني. قلت ليه واخا. هبطنا وسط واحد البلاصة بحال في ديك البير لتحت، بحال شي صحراء، بحال شي حاجة هكا كبيرة. هذاك الضو اللي تيدخل من فوق ديال البير ديال القمر، الضو اللي تيدخل مضوي واحد البلاصة صغيرة، كلشي لاخر كلشي ظلام. كاين تحت رجلينا رملة صفرا. قلت ليه اش يا جدي؟ قال لي قلنا لك اسكت. قلنا لي صافي واخا. مشينا واحد الساعة داخل البير، بقينا غادي هكا تلاقاو ماشي
شجر كبير مع واحد سمع له واحد النهر، شلالات، خربات. أنا شوية ما نتصبر، شوية ما هرب ليا في هاديك اللقطة. شوية حنا نوصلو حدا واحد البلاصة دايرة بحال شي كرسي كبير. قال لي دابا خاصنا نشوفو فين هاد البلاصة الطبيلة ديال اللي مريا على هاد المش فين كاين، باش نحطوها ويطلع لنا نساب. المهم بقينا تنقلبو تما كنقلبو. قال لي إذا تعاود ليا جدي على البلاصة كيفاش اكتشفها. قال لي راه ملي كنت صغير كنت نلعب هنا حدا هاد البير، ما كنتش عارف واش فيه. واحد النهار وانا قلت اش ندير وانا هابط في البير، صطاد شي ويخرج لي واحد الشخص قال لي هبط وانت عارف شي السر ديالنا، يعني انت اللي خاصك تكتب. صافي من تماك وانا عارف هاد البلاصة، وقال لي هذيك الكيان باللي خاصك بحال هاد المجتهد يدير، وعطاني هذيك البلورة اللي خشيتها في القريبة ديال وانا من تماك من هذيك النهار وانا محتفظ على هذا السر بيني وبين راسي، وملي نقول حتى واحد الا انت في اللحظة هذا. وهبطنا انا وياه لهاد البلاصة شوية، ولات بان ليا واحد لعيبة غريبة في هاديك البلاصة، بحال شي شمعة، بحال شي حاجة من هادوك اللعيبات اللي تيكون عندهم 3 الريوج وما أكثر. هادوك اللعيبات مشيت حداها بقيت نقلب فيها شوية، شديتها ونحط في هاديك الشمعة اللي كان جاب جدي وشعل تبعه. عشان هما يشعلوا بزاف ديال الشموع، ويتصدم بالدين ديالي كيفاش تما كي ما درش والو. واش حطيت هاد الشمعة هنا وجعت شوية وهي تم نازلة هاديك الشمعة اللي نازلة بحال هكا، وهاديك الكرسي تيتحرك من بلاصتو، تيتحرك ويتبان لي واحد البلاصة بحال نيت بحال هاديك الطبيلة ديال المشى. واش شد مادي جدي المشى ويتم على هاديك البلاصة ويحطها. فاش حطها الخوت خليناها فاش جد ديالي شد من عندي المشى وداها حطها فوق ديك اللعيبة اللي دايرة بحال الطابلة. فاش حطها كلشي في ديك البلاصة بدا كيتحرك شوية، حسيت بديك الدوخة اللي كتجي كلشي تيزيد يدور. واحد اللقطة ما بقيت حاس براسي حتى فقت، ورجع كلشي كيما هو. لقيت جدي ناعس حدايا فيقت، قلت ليه جدي راه غيمشي وفيقتك. قال لي واش وقع؟ شويه زيت عينيا ويبان ليا الساروت اللي عليه تنقلبو، انه هو اللي غادي يكمل النصف الاخر ديال اللغز ديال الكنز. هزينا داك الساروت وخرجنا من تماك من هذاك البير. رجعنا لديك لاطون، جمعنا كل شيء، جمعنا لاطون، جبنا الحوايج اللي جبنا معنا ورجعنا للدار. جدي كان عنده الساروت، دخلنا حلينا الدار، دخلنا وحنا نكملوا نعاسنا في الدار. صراحة في ديك الليل ما بغاش يجيني النعاس. كنت نحلم بواحد الراجل تيجي عندي وشي يقول لي ها انت بديتي اللغز مع جدك خاصك تكمليه، وقال لي راه محال واش يكملوا معاك جدك، خاصك تكمليه انت راسك. فاش فقت بقيت ندور ديك الهضره مع راسي، هذاك خونا شكون، واش هذيك الهضره بصح ولا عا كنت تنحلم، وكيفاش جدي ما غاديش يكمل مع هاد الرحله. المهم سال هذيك الويكاند، داز الوقت كيما عادي، داز عادي. رجعت للخدمه ديالي ورجعت المياه الى مجاريها. في واحد النهار وانا خارج من الخدمه ديالي حتى صون الخال ديالي على الوالد ديالي، قال لي راه جي وراه
الجد ديالي مات. الصراحة بقى فيا الحال بزاف، راه نتوما عارفين بلي عزيز عليا. مشينا عندو البلاد، بقينا تما حتى دوزنا المراسم ديال ديال الجنازة. المهم دفنا الجد ديالي، دفنا فاش تمينا خارجة من المقبرة جا عندي واحد الشخص. داك الشخص غريب في شكله، بحال اللون ديالو كحل ورقيق بزاف. جا عندي قال لي السلام عليكم، قلت ليه السلام. قال لي المهم راه خاصك تكمل اللغز ديال الكنز راسك. هو يمشي. فاش مشى قلت شكون هذا؟ جا عندي الوالد قال لي يلاه مالك؟ قلت ليه واش تعرف هذا اللي يدوى معاه؟ قال لي اش تحمق ولا مالك؟ شكون يدوى معاك؟ انا كنت واقف على راسك تضرب بوحدك. المهم قلت ليه صافي يا الوالد. وحنا رجعوا للدار ديال الجد ديالي، بقينا حتى الغد ليه باش مع الصباح نمشي. مشينا دازت الايام بحال عادي، ما جرى فيها والو. واحد النهار حتى كنت في المكتب ديالي في الليل، فاش رجعت مع الخدمه من الخدمه ديالي، حتى هو يبان لي داك المش اللي داير عليه راسه كامله، عيني تيبريو عاوتاني. قلت هذا مالو؟ وصافي هزيتو وخزنتو تحت الحوايج ديالي حتى نشوفو هاد اللغز فين غادي يخرجنا. دازت الايام، الخدمه، الدار، ما بقيتش تنمشي السوق. ملي اخر مره شريت المش من تماك ما بقيتش تنمشي السوق. واحد النهار حتى الوالده سمعتها تغوت على الوالد تقول لي هاش هادشي مال ولدك داير بحال هكا، ولا شي يجيب هادشي للدار وتتغوت. مشيت عندها قلت لها مالك الوالده؟ قالت لي انت اللي مالك. قلت لها مالك؟ قالت لي وين جبت لي ديك الميكله ولا كنت خزنت فيها ديك الوراق لست فيها دوك في المش، لست فيها ديك الوراق مشرقين وداك التخربيع، خزنتو في هذيك الميكه وخزنتو صابتو من الوالده. قالت لي اش هادشي؟ قلت لها بحر تفكرتو. وانا نمشي وانا نبوس لها راسها. قالت لي مالك؟ قلت لها سمحي لي الوالده، وانا نشد من عند ديك الميكه وانا نطلع للبيت ديالي تنجري. فاش حليت هذيك الميكا، دوك الوراق اللي وسطها زدت نقلب فيهم تنخربق فيهم، معهم كانوا مقطعين، نحاول نجمعهم كاملين. صراحه ما بغاوش يتجمعوا ليا على بزز. تنقلب ساعات هي كاينه، هي بحال واحد الخريطه ولكن على النصف ديالها مقطع من الجهه الاخر، النصف الاخر ما كاينش، وكاين فيها واحد الرمز بحال هذاك اللي كاين في الساروت. مشيت جزتهم قارنت بين الرمز اللي كاين في الساروت والرمز اللي كاين في الخريطه، هو هذا. ساعتي فرحت هذيك الساعه. مشيت هزيت ديك الساروت وهزيت ديك وراغ، مشيت لصقتهم وخاصني بعدا النصف الاخر ديال الخريطه. بقيت تنقلب. واحد النهار عرضت علينا الجده ديالي، مرت الجد اللي مات ديالي، عرضت علينا في البلاد. مشينا ضاحكين تناكلو، وبدات تقول لي راه الجد ديالك خلى لك واحد الرساله. قلت لها وريها لي. مشات جابتها ليا وقالت لي راه الجد ديالك وصاني باللي ما تحل هاد الرساله حتى تكون بوحدك. قلت لها صافي واخ. المهم فاش رجعنا للدار نسيت ديك الرساله. دازت واحد 3 ايام قلب الجد ديالي سطا ديك الرساله، هزيتها قريتها، صدت فيها الجد ديالي قال لي راه غتمشي في البيت ديالي تحت واحد الصندوق، غتصيبي واحد الكتاب تهزيه وغادي تقراه، وسمح لي ما قلتلك على هذا الكتاب حقاش فيه مشاكل بزاف وتخربيق بزاف، هو اللي يمكن لك تصيب فيه النص الخريطه الاخر، نسطي النص الاول. مشيت رجعت ديك الساعه، شديت الكار، رجعت للبلاد. قالت لي الوالد جده ديالي، قالت لي مالك علاش رجعتي؟ قلت لها راه جدي مخلي لي واحد الحاجه هنا عندكم في البيت. قالت لي ادخل هزها. دخلت هزيت الكتاب،
وفاش تما يتخرج ويد يقول لي جدة اش هزيتي، وريت الكتاب ويد تخلع قالت لي ولاش هزيه، قلت لها علاش، قالت لي ما خاصكش تهز داك الكتاب، قلت لها راه جدي قال لي هزيه وراه محتاجو، قالت لي صافي واخا سير الله يسهل عليك وحدي راسك. انا غادي تنقول علاش الجدة ديالي تخلعت عليا بحال هكا، وما لاش فيها باللي جدي خلى ليا كتاب بغيت نقراه ونشوف اش فيه. مشيت رجعت للدار حليت الكتاب، صراحة ما فهمت والو، ما فهمت والو. حليت الكتاب فيه تخربيق ورموز وشي حوايج اخرين. نيت بعدا في ديك الرسالة اللي خلى لي الجد ديالي ما قلبتهاش كاملة، قريت عن النص ديالها. سير خليت لك واحد الكتاب تحت الصندوق وانا نحطه وانا نخرج نركب في الكار، ومشيت للبلاد جبت الكتاب. هزيت الورقة اللي خليت، هذيك الرسالة اللي كتب لي الجد ديالي، وزدت فيها غادي تدير واحد لعيبة في ديك الكتاب كاينة ديرها وما خاصك ما تخاف ما والو، خاصك دير شي طلاسم معينة وفيها شي شروحات دير شي رموز في ديك كاينين في ديك الكتاب. قلت لي او جدي واش كان سحار ولا شنو؟ مشيت هزيت الكتاب قلت خاصني ما ندير هادشي لانه شرك بالله، وراكم عارفين نتوما اعمال سحريه راه من شرك بالله. والصراحه بقى واكلني في الطول بلي اش غادي يوقع ملي غادي ندير هداك الشيء. صافي نسيت الموضوع، حطيت الكتاب، حطيت الورقه اللي كان خلى ليا جدي، خرجت بغيت هكاك الخدمه، طارت نمشي ونجي. واحد النهار كنت مريض ما مشيتش للخدمه، يجي عندي الوالد قال لي راه عارضة عنينا خالتك واش تمشي عندها. قلت لي لا، راه الوالد راه ما مشيتش للخدمه على حساب راني مريض. قال لي صافي واخا حنا نمشيو وحده راسك وما دير حتى حاجه خايبه في الدار. خرج الوالد، خرجوا العائله، بقيت راسي في الدار وشويه وانا نتفكر ديك الكتاب اللي كان خلى لي الجد ديالي. مشيت هزيته وتنشوف تنقارن بين ديك الرساله اللي خلى لي الجد ديالي بالحلول ديالها وتنشوف ترجع نشوف في الكتاب، وبقيت تنشوف تنقارن خرج بواحد الخلاصه باللي خاصك ديري واحد طلاسم معينه باش طرا لك واحد الحاجه. ديك الحاجه ما كان ذاكرها ليا الجد ديالي، وهنا فين كاين المشكل. مهم هادوك الشيء، دوك الطلاسم اللي كانوا متوفرين عندي في الدار، وديك الحوايج اللي غادي تستخدم كاينين عندي في الدار، عباره عن شويه ديال ما عرفت سميت هذيك الشبه واي نوع من البخور اللي كان عندك في الدار، وشي حاجه شي طلاسم تبقى تقوليهم في فمك. وخاصك هاد الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عندي، خاصك واحد فلوس كحل. اتصلت واحد الصديق ديالي كان عندهم هادشي ديال الدجاج وهادشي، اتصلت بيه قلت ليه السلام عليكم، قال لي السلام. قلت ليه راه خاصني واحد الفروج ضروري وبالاخص يكون كحل. قال لي سطي بحال الوالده جابته محال واش تبيعو لي. قلت لي ربي المسؤول وراه خاصني ضروري حتى نجيب لك فلوس وحتى نكذب لي تما. صافي مشى سول الوالده ديالو وغادي يطلب فيها تما، قالت يقول لي راه واحد الدري صاحبي راه خاصو هذا وهذا وهذا. قالت لي صافي واخا نبيعو لي. قالت لي عطيني فيه 5000 ريال. صون عليا الصاحب ديالي قال لي راه خلاتو لك 5000 ريال. قلت لي صافي واخا جيبي لي حتى نعطيك الفلوس. جابوا لي، دخلت للدار، رسمت واحد الدائره خاصك ضروري ترسمها، ريحت وسطها، شديت واحد الجنويه وذبحت هذاك الفلوس، زاد تركل خرج من هذيك الدائره. فاش خرج طار بحال ما كانش، بحال طار اختفى، صافي مشى
شحال لا هزات وشي حاجة طيرات. ملي وقع ديك الحادث تخلعت انا، قلت واش هادشي. مهم شوية وانا نزيد نسمع شي اصوات غريبة في الدار عندنا، بحال واحد بحال الدراري الصغار تيبكيو، الماء تيطلق من راسو. وكنت بغيت نوض نسد الماء وانا نتفكر بلي خاصك ضروري ما تخرجش حتى تكمل، تيهضر معاك شي كيان ولا ما عرف بحال هادشي مكتوب في هداك الكتاب. شوية وانا نزيد نسمع في واحد الصوت بحال الفحيح ديال الافعى. فواحد اللقطة وهي تزيد واحد الحنشي يتكون قدامي وتيدير هذيك الفحيح، تيخرج هذيك اللسان ديالو وتيدير هذيك الفحيح ديالو. شويه هو تيزيد يتحول الراجل او هادشي. وهو يقول لي السلام عليكم. قلت لي السلام عليكم. قال لي صراحه ديك اللقطه انا بشويه وما نهرب ليا، شويه وما نخرج نهرب من هذيك الدار. قال لي ما تخاف ما ديش، انا مسلم بحالك. قلت ليه واش بغيتي مني؟ قال لي انت اللي اش باغي مني اللي محضرني. قلت ليه انا ما بغيت والو، راه جد ديالي خلى لي الكتاب وهادشي ويستخروا عليه استمكي عليه تما. ما يقول لي تهد اش كنتي دير انت وجدك؟ قلت ليه راه كنا تنقلبوا على واحد الخريطه. قال لي اش من خريطه؟ قلت ليه راه كاينه في هاد البلاصه وهاد البلاصه، هذاك البير اللي كنا دخلنا ليه انا وسميتو. قال لي صافي راه كيتهضر مع جدك على هاد القيبه، فاش غادي يموت راه غادي نقول لك كيفاش. صراحه قلت غادي نجي نقولها لك ولكن ما عرفتش كيفاش نسيت. قال لي المهم انا غادي نعطيك البلاصه فين كاين غادي تصيب هاد الخريطه، واخا خاصك غادي دوز على بزاف ديال المخاطر في هذيك البلاصه اللي غادي تمشي ليها. قلت لي صاي ماشي مشكل عطيني. قال لي اول حاجه خاصك تلبس هاد السلسله في عنقك. قلت ليه اين سلسله؟ قال لي راه غادي تصيبها فاش غادي تفيق، راه غادي تصيبها في تحت الوساده ديالك. قلت لي صافي واخا فين كاين البلاصه؟ قال لي غادي تمشي واحد الجبل كاين في تارودانت. الجبل كاين في تارودانت المهم قال لي واحد البلاصه كاينه في تارودانت. قلت لي صافي واخا عطيني البلاصه بالضبط. قال لي في واحد الغابات كاينين تماك. قلت لي صافي واخا. قال لي تمشي تصيب واحد 2 شجرات 3 شجرات بحال متلتين، بلاصه بحال متلته. قلت لي صافي واخا انت خاصني نمشي. قال لي فين ما بغيتي. قلت لي صافي واخا. شويه اتفقت في بلاصتي في الصباح وسمعت الوالده تخوت وولدي ولا سحار ولدي ولا سحار. قلت لها مالك الوالده؟ قالت لي انت اللي مالك، اش هادشي الفوضى اللي داير في الدار، واش هادشي تتعبدي في الشيطان تتخرب عليا تما. قلت لها الله يهديك الوالده راه ماشي انا اللي درت هادشي. وقالت لي شكون غيرك انت اللي كنتي؟ قلت لها لا ماشي انا. المهم قالت لي يلا دوز مع جمعات شي نتايا. قلت لها صافي واخا بقاي على خاطر. جمعت هذاك الشيء ديتو وكاع داك الشيء عطات ديته للزبل، خرجتها من الدار مسحت البلايصه اللي بقى فيها الدم ديال هذيك ديال الفلوس. وانا نتفكر هذيك القلاده اللي قال لي غادي تصيبها تحت الوساده ديالو. مشيت تحت الوساده هزيت القلاده درتها في عنقي وانا نحس بالدوخه في ديك اللقطه. وشويه وهي تحيد من هذيك الدوخه. مشيت الشركه اللي كنت خدام فيها، مشيت عند الرئيس قلت لي راه خاصني واحد ضروري نشد شي 5 ايام ديال الراحه. قال لي علاش؟ قلت لي راه مريض. قال لي انت ديما مريض. قلت لي واش دير الشاف؟ ما عندنا ما نديرو هذاك قدر الله. قال لي صافي واخا. قال لي الا بغيتي على هذا الحال راه غادي نجري عليك. قلت لي في خاطري الا جبت هذاك الكنز عجر عليه ديك اللقطه انا نخدمك ديك الساعه. المهم مشيت للدار ديك الساعه جمعت حوايجي هذاك الشيء اللي غادي نحتاج. مشيت عند الوالد قلت لي ضروري تسلفني شي فلوس. قال لي علاش؟ قلت لي راه غادي لواحد البلاصه. قال لي فين؟ قلت لي راه غادي مع الدراري خارجين، راه غنضربوا واحد الطويره واحد سميتو البلاصه وغادي نبقاو 3 ايام. قال لي صافي واخا. سلفني 1000 درهم. مشيت شديت الكار ركبت
وصلني ديريكت للتارودانت، وبقيت تنسول على دوك الغابات اللي كاينين تماك. شي تيدورني على اليسار، شي تيدورني على اليمين. وشويه نتلاقى مع واحد الراجل قال لي ولاش انت غادي تماك راه واحد البلايصه خايبه وما تمشيش ليها، انا تنصحك. قلت لي لا لا ما تخافش الشريف، قول لي انا راه ما كاين لي اديني تما. وي يقول لي يلا طلع انا نوصلك. قلت لي شحال نعطيك؟ قال لي عاد طلع. طلعت معاه، وصلني لواحد الغابات كاينين تماك. فاش وصلت ولد الحرام قال لي عطيني 200 درهم وما كاملاش حتى كولومبي. قلت لي واش انت مريض ولا مالك؟ 200 درهم مالنا فين مشينا؟ وانا نلوح لي 10 دراهم وانا نتحرك، وزاد تيعير تماك. تحركت، المهم خديت لاطون ديالي حطيتها في ديك البلاصه، شعلت واحد العافيه، قلت حتى الغدا ونقلب على داك الشجر باش غدا في الليل نبدا الخدمه. بدت الليله الصباح فقت، خرجت تندور على داك الشجر ما ربنا نصيبو دغيا. بقيت تنقلب حتى وصلان ديك جوج. مشيت شريت واحد، خرجت من ديك البلاصه واحد الغابه ومشيت شريت واحد البيض، وشديت من واحد المقله من عند واحد المرا تما، قلت ليه ترجع لي. مشيت ريحت، درت البيض طيب وانا نعس، وانا زدت نحلم بهذيك البلاصه، اللي فيها الشجر. فاش فقت قلت ضروري قبل من نتغدى خاصني نمشي نشوف هذاك الشيء واش بصح ولا لا. مشيت ديك البلاصه اللي حلمت بها الصبح، علمتها، رجعت تغديت باش نبدا في الليل نحفير باش نمشي نصيد ديك الصندوق اللي فيه ديك الخريطه. تغديت، وصلت ديك 8، مشيت لديك البلاصه، شعلت فيها واحد العويفيه باش نتدفى بها، ريحت تما حتى ضربات هذيك 11 ديال الليل. شعلت البيل ديال التليفون ونتفكر بلي قال لي جدي راه خاصك في هادشي كاع من شعل البيل ديال التليفون ديما خدمها بالعافيه. عقبت دورت عليا هذاك العافيه، هزيت منها واحد شويه ديال العافيه وزدت ندور في هذيك البلاصه باش تضوى مزيان. جبت واحد الفاس كنت جايبو معايا، عرفت بلي ضروري خصني نحفر، جايبو معايا زدت نحفر. ما صدت حتى حاجه، حفرت متر ونص، ما عرف شي 3 سوايع نهضروا حتى وصلت هذيك الوحده ديال الليل. طلع لي الدم، قلت بلاتي نستراح واحد شويه ونلوح ديك الفاس في ديك الحفره، وانا تسمع ديك العيب ديال قال الخشب فاش يضرب في الحديد بحال هكايا. هزيت الفاس، قلت انا قربت، ها هو. بقيت تنحفر من الجناب، تنخرج، نحاول بغيت نخرج دغيا، نحفر باش نزرب على داكشي باش نجمع لاطون ديالي ونزيد. ديك الساعه ما نبقاش تما، ما نزيدش الضرب. فاش كنت نطلع هذاك الصندوق ويتشعل ديك العافيه اللي كنت شعلت في واحد البلايصه تما شدات فيها. خرجت الصندوق اول زدت نطفي بها في حوايجي تحرقوا، وليت حار. ما طفات هذيك العافيه على وزز. فاش مشيت بغيت نحل الصندوق باش نجبد من الخريطه، صرت محرك من بلاصتو. تخلعت ديك الساعه وانا نهز الصندوق وكل شيء ليه، ما قلبته ما والو. رديت هذيك الحفر كما كانت، هزيت الصندوق، جمعت حوايجي ولاطون ديالي وانا نخرج من ديك الغابه. شفت واحد الراجل غادي بالطونوبيل كلي وصلني للمدينه ديالي، مداك شحال ما بغيت، قال لي يلا طلع مرة. وصلنا ولد الحرام قال لي عطيني 500 درهم. قلت واش انت مسطر ولا ما؟ لحت لي 300 درهم على حساب ديك البليزير اللي دار معايا، عطيته 300 درهم وانا نتحرك. طلعت للدار، كان عندي ديك الساعه الساروج، حليت الدار، طلعت وانا نصيب الوالد قدام وجهي. طلعت مع ديك الفجر، سطو تيصلي، تسنيتو تسالو ويقول لي انت قلت لي 3 ايام مع صحابك ومسلفك الفلوس. قبل ما يكمل هذيك العيبه ديال مسلفك الفلوس،
لحتى لي قلت لي ها هي 1000 درهم ديالك و 200 درهم من عندي. هو يقول لي صاحبي ولي سير الله يرضي عليك، عارف نتوما الاباء عطيه غير فلوس يقول لك الله يرضي عليك. ونطلع بحال هاتي البيت بحال يديك صندوق انا نصيب فيه وبحال شي جلده ديال البقر ومفيرت ديك العيبه الكحله ومكتوبه فيها بحال شكل الخريطه. حليت هذيك البيكه اللي كندير فيها الخريطه الاولى، جمعتهم هما هادو ويتكمل فاش حطيت الجزء الاول مع الجزء الثاني ديال الخريطه ويتجمع الراس ما درت لي حتى حاجه ويتجمع الراس ولا متاح. وعرفت هذيك البلاصه فين كاين منيت كنت حلمت بها واحد النهار ملي كان جا عندي داك خونا وخلى لي القلاده في تحت الوسادة باش ما يطرى ليا والو فاش نبغي نجبد الخريطه الاخرى. ديك القلاده كيما رجعت للدار اختفات من عندي ما سطاتش فين ما عرفتش واش طاحت ليا فشي بلاصه ولا ما عرفت. مشيت عند الوالد قلت ليه الوالد نقول لك واحد الحاجه وما تنضحكش راه هضر معاك بصح وانا نعاود ليه من الاول حتى الاخر. ما كملت ليه القصه حتى الصباح ويقول لي اش تخرب عليا. قلت ليه صافي راه وريته الخريطه هبطت عليه وريتها عليه قلت ليه ها هي الخريطه راه مكتبتش. قال لي صافي غدا نمشيو ونشوفوا واش تخرب عليا. قلت ليه صافي واخا. اصبح الحال ويقول لي الوالد يلا. قلت ليه بلاتي نستراح راه بحال جيت من تارودان. قال لي يلا نمشيو دابا يلا. هزينا الفاس داكشي اللي نحتاجو مشينا ضربنا واحد الطريق بعيده معرفش شي 300 كيلومتر ما وصلنا ديك شي 4 سوايع ما وصلنا حتى شي 2 ديال النهار ولا ما عرفت 3. قلت ليه خاصنا ما نبداوش دابا الحفيره الوالد. قال لي صافي واخا حتى الليل ونبداو. تشعلنا واحد العافيه تماك ريحنا وصل ديك 6 ديال 6:30. قال لي يلا جبد الخريطه وحدد البلاصه اللي فيها الهدف نيشان. بقيت نعبر تماك نعبر واحد الساعه تما وصلت 7:30 وحنا نعمر واحد البراد ديال تاريحنا حتى نمشي نهضر شويه وانا نسمع بحال شي واحد مريح حتى انا ويقول الوالد اش جابك انت مع هذا. الوالد قال لي ولد الحرام شد لي بحال هكا. قلت لي والله ما انا اللي هضرت معاه. قال لي وشكون؟ قلت لي صافي اسكت من بعد نقول لك كيفاش. ضربات ديك 12:30 ديال الليل بدينا الحفير انا والوالد ومع نتوما عرفتي الوالد حار تيقول لي حتى حنا باقي ما وصلنا لهاد التخربع ديالك. كنقول لها بلاتي الوالد انا خليك الناس عاد سنة. يقول لي التسربيح في الحفر شويه ونسمع ديك العيب ديال الحديد ضربات الحديد مع الحديد. فاش ضرب الحديد مع الحديد تسمع ديك الصوت. الوالد هو يشوف فيا ويخرج عيني. قال لي والله لا والحرام عندك الصح. هو ما عرفش الوالد من جاب هذيك الطاقه ديالو خرج ديك الصندوق راسو والصندوق راه كبير ما عرف فيه شي 100 ونص على نص متر ما عرفتش كيفاش تهزو. قلت ليه الوالد انت كي درتي تهزي؟ قال لي اسكت صحابي انا بحالك هز الصندوق ما قلبو ما والو. قلت ليه الوالد راه خاصك تحل لي هنا ونديرو شي حاجه في هذا الصندوق. قال لي صافي دير هذاك الشيء اللي بغيتي انا نمشي ليه. قلت ليه لا الوالد ما نصحكش تبعد عليا. قال لي علاش؟ قلت ليه ما نصحكش. قال لي تسكت اش تعرف. مشى هو شويه ويتم جاي تيجري تيقول لي واش حاجه قاصني قلت ليه قلت لك الوالد ما تبعدش عليا. قال لي صافي واخا. جبت هذيك الساروت اللي كنا لا هو اللي جبدنا من هذيك البلاصه من البير. حليت بيه الصندوق. فاش حليت بيه الصندوق هو يتصدم الوالد. قال لي تبارك الله واش هادشي منين اش نديرو بيه؟ قلت ليه اسكت انت.
فاش حلينا الصندوق درنا في الطوموبيل مع الوالد، عنده الطوموبيل، شلنا الطوموبيل درناه في الطوموبيل. فاش تمينا راجعين سبحان الله البوليس ما ما عرفوا اين يوقفونا هذيك الساعه. وقفونا البوليس قال لك الوراق السياره، عطينا وراق السياره، قال لك ممكن تحل لنا الكفر. فاش قال البوليسي الوالد حل عيني قال لي ولاش ويعق ديك البوليسي عاق، قال لي يلا حليها على الكفر ديال الطوموبيل بغيت نشوف واش فيه. شويه هذيك البوليسي فاش تم راجع بيحل الكفر ديال الطوموبيل هو يعيط عليه الشاف ديالو، قال لي اجي صاحي خليهم يسيروا. ديك الوالد دار ديك الشهقه اللي تيدير الغارق فاش يكون غارقان، فاش تطلعيه من البحر تيدير هذيك الشهقه، هذيك الشهقه اللي دار. وصلنا للدار حطينا هذيك الشيء، قلت لي الوالد كيفاش غادي نبيعو هادشي دابا؟ قال لي انا اللي نتكلف انت اسكت. قلت لي اسمع في واخا سير. قلت لي واش غادي نديرو في التقاسيم ديال هادشي؟ قال لي انت ديالك هادشي ما انا ما عندي ما نقيس فيه، حقاش انت اللي جبتي ودرتي لي شحال وقلبتي عليه. قلت لي لا راه غادي نتقاسم الفلوس. قال لي لا والله ما شد من عندك الحاجه. قلت لي لا انا اكبر منك. اذا اكبر مني قال لي المهم عطيني انت 15% ديال هادشي. قلت لي صافي واخا. داز واحد العام مع الوالد لا تيبيع داكشي بالتقسيط، تيبيع بشويه في الاخر خرجت ليه واحد 5 مليار. عطيته مليار وشديت انا 4. بديت المشاريع ديالي وشرينا واحد الفيلا في عين الدياب. وعارفين نتوما الحياة ديال الفلوس والحياة. المهم بقى فيا جدي اللي بدا هادشي وما كملوش. المهم هذا هو الاخر ديال القصه الدراري، ونخليكم يلا الله يعاونكم حتى القصه الجايه ان شاء الله. ومن 10 غادي نحط لكم القصه كامله ان شاء الله، غدا ولا بعد. يلا تهلاو وديروا معكم هذيك الابوني وواحد لايك. يلا نخليكم بسلام الله يعاونكم.